كتير من الامهات بيجولي وتقول لي يا دكتور انا ابني مش بيهدى غير لو برضعه او شايلاه طول الوقت. ومع ان ده طبيعي في اول شهور، ولكن في نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. الطفل في الشهور دي بيبقى محتاج حاجات تانية مش بس رضاعة. انا دكتور يوسف استشاري طب الاطفال، وفي الحلقة دي هقولك على 7 طرق فعالة تهدي بيهم البيبي بتاعك من غير ما ترضعيه او تفضلي شايلاه طول الوقت. وهحكي لك برضو على بعض المواقف اليومية اللي تبين لك الفرق بين الجوع والتوتر. مبدئيا كده قبل ما نفكر نهدي البيبي بتاعنا لازم نسأل نفسنا سؤال مهم: هو بيعيط ليه اصلا؟ السبب ممكن يكون واحد من دول. جوع، هنا هتلاقي الطفل بيحاول يرضع من اي حاجة. مغص، هنا هتلاقي البيبي بيشد رجليه لبطنه. الحفاضة بتاعته مبلولة، هنا هتلاقي العياط بتاعه هدي وممكن يكون وقف خالص اول ما تغيري له الحفاضة. تعب او مرض، يعني يكون عنده مثلا برد او يكون عنده لا قدر الله حاجة اكبر من كده، هنا بيبقى البيبي عصبي ومش عارف ينام. وممكن يكون زهق، على فكرة البيبيهات بتزهق برضه وبيعيط من غير سبب واضح. طب يا دكتور انا بصيت على ابني او على بنتي واستخدمت العلامات اللي انت قلت لي عليها دي، واستخدمت الحاجات اللي احنا اتعلمناها من الحلقات اللي فاتت، واتاكدت ان شاء الله مفيش حاجه خطيره. ازاي بقى اهدي البيبي؟ واحد من الحاجات المهمه جدا هي الصوت الابيض او الوايت نويز. ده ممكن يبقى صوت مروحه او بعض التطبيقات او الابلكيشنز اللي تقدري تنزليها على الموبايل. السر في كده ان ده شبيه جدا لنفس الصوت اللي الطفل كان بيسمعه داخل الرحم، فالدراسات اثبتت انه ممكن يهدي الطفل فعلا لو بيعيط بدون مشكله، يعني من غير ما يكون عنده سبب عضوي هو السبب في بكائه. القماشه او اللف اللي هو السوادلينج او اللي كانوا زمان بيسموه التقميطه، وده بيبقى عبارة عن لف الطفل بطريقة محكمة ولكن في نفس الوقت مريحة وبتديله إحساس بالأمان. السر في كده إن المستقبلات العصبية بتاعت جسم الطفل بتحس إن ده كأنه حضن، بس حضن مستمر. الهز الخفيف أو الكرسي الهزاز مش لازم تمشي بيه في الشقة كلها طول اليوم، ممكن كرسي هزاز بسيط أو حركة هز خفيفة وانت قاعدة. هنا لازم ناخد بالنا كويس جدا، لأن أي زيادة في الحركة دي أو أي عنف في الحركة دي ممكن يسبب مشاكل كبيرة جدا للطفل، فالموضوع ده لازم يتعمل بحرص جدا. التتينة أو اللهاية أو اللي هي بنسميها الدومي، في أطفال بترتاح جدا لما بتستخدمها وفي أطفال بترفضها تماما. بس لو ابنك من النوع اللي مش بيهدى غير بالرضاعة، ممكن تبقى دي وسيلة ممتازة إنك تهديه. الحضن الصامت، احيانا الطفل بيبقى مش محتاج غير حضن بس بدون حركة وبدون كلام، خصوصا لو ابتديتي تحركي ايدك على ظهره بشكل دائري ومتكرر. الحمالة او الكارير دي بديل اريح كتير بدل الشيل بايدك، انت بتتحركي عادي وهو حاسس بيكي وسامع ضربات قلبك. الاضاءة الخفيفة والهدوء بالذات وقت النوم، الأطفال بتتعب على فكرة من الأصوات اللي حواليها ومن الإضاءة الكتير، وبالتالي هدوء المكان نفسه ممكن يبقى مهدئ للطفل. من أسبوع بعتت لي على الانستجرام قالت لي يا دكتور بنتي كل يوم الساعة 9 بالليل تفضل تعيط من غير سبب. فسألتها هو في حاجة بتتكرر كل يوم عندكم في البيت في الوقت ده؟ قالت لي بنبقى فاتحين التلفزيون وقاعدين كلنا ومفيش روتين معين يعني غير كده. قلت لها طيب خلاص جربي طفي النور وشغلي صوت مطر على الموبايل واحضنيها بس ما تعمليش حاجة تانية. وبعد يومين البنت بقت بتنام لوحدها. هنا انا عايز اقولك ان البكاء بتاع الطفل مش دايما حاجة سلبية، احيانا الطفل بيبقى بيعيط عشان يفرغ توتر او عشان يوصل لك رسالة معينة، انت بس محتاجة توفري له المساحة الامنة وتاخدي بالك هو ممكن يكون عايز ايه. اختاري من الحاجات اللي قلتلك عليها دي الحاجة اللي تناسبك وجربي براحتك وشوفي ابنك او بنتك هيستجيبوا لايه. ولو عجبتك الحلقة ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب وتشاركيها مع عندها نفس المشكلة، واكتبي لي في الكومنتات ايه اكتر حاجة بتهدي ابنك او بنتك. انا دكتور يوسف ودي قناة دكتور كيدز، اشوفكم على خير.